عايز اتكلم على الانسحاب الذكي، زي مثلا الانسحاب من خناقه كبيره جدا مع صديق ليك عشان تحافظ على صداقتكم، او الانسحاب من وسط جدال كبير جدا مع اهلك علشان ترضيهم، او الانسحاب من مشكله كبيره مع جوزك او مع مراتك علشان المشكله ما تكبرش وتتطور. الانسحاب الذكي من وسط المشاكل والجدال ده بيبقى للناس الاقوياء فقط، ومش عيب ومش ضعف، وصدقوني ما يقللش منكم في حاجه انك تقدر على الانسحاب الذكي من وسط نقاش حاد وجدال. دي مهاره للعلاقات الناجحه، ودي بقى من اصعب المهارات لانها بتحتاج مننا اننا نبلع كبريائنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. يعني هيتبني لك قصر في الجنه لو تركت اللي بيجادل حتى لو انت على حق. وانتوا طبعا عارفين ان القصور بتبقى للملوك. خليك انت اقوى وانسحب اولا. احيانا بيبقى الانسحاب هو الحل الاذكى.